السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء بيتجدد معاكم من خلال عدسة برنامج مع المحاور. معكم عصام الدسوقي. النهاردة أنا هتكلم في حاجة مهمة جدا، وحبيت إن احنا نطلع للحلقة النهاردة ليكم من غير ضيوف. ليه من غير ضيوف؟ عشان الأمر اللي هنتكلم فيه النهاردة بيستدعي إن احنا نسمع ونفهم اكتر من اي حاجة تانية، اكتر من ان احنا نشوف مين الضيف اللي موجود او ايه اللي هيبقى موجود. لا، الكلام اللي هيتقال مهم جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن حاجة بقالها يعني نقدر نقول من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لازم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اوعى تمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الامر اللي هنتكلم فيه امر يخص الدولة، واللي أنا هقوله ده أنا مسؤول عنه، واللي هقوله بقوله بقلب وعقل وفكر. الحمد لله رب العالمين، أنا قاصد كل حرف هيتقال النهاردة في الحلقة دي. اقتصادنا اللي مسؤول عنه لا الدولة ولا الرئيس ولا الاقتصاد العالمي ولا البنك الدولي ولا القروض الخارجية ولا الداخلية ولا الاستثمارات، لا خالص. عارفين مين اللي مسؤول عن اقتصادنا؟ عارفين مين المسؤول عن الأسعار؟ صلوا على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. لو قلت لكم إن اللي مسؤول عن الأسعار ربنا، هتصدقوني؟ بدليل حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا. قال إن الله هو المسعر. إيه ده؟ والله العظيم الحديث في أبو داود. قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ده كلام مين؟ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. يعني اقتصادنا متحكم فيه ربنا؟ الأسعار متحكم فيها ربنا؟ طب بناء على ايه؟ بناء على قلوبنا وأعمالنا، سواء كانت خير أو شر. ربنا سبحانه وتعالى بيحط الأسعار بناء على أعمال العباد. يعني احنا نقدر نقول إن الأسعار بتتحط بينا ومننا، احنا اللي بنعملها. كل ما تلاقي الاسعار غليت اعرف ان الذنوب كترت، اعرف ان المعاصي فاقت الحد. التانك اتملى، خفوا شويه، ارجعوا لربنا، والله لا عيب ولا حرام. وبالمناسبه بما اننا احنا في رمضان، يعني لما بنشوف شاب او راجل كبير او ست او بنت داخلين المسجد وهم ما بيدخلوش في غير رمضان، بنقول عليهم منافقين. ليه؟ بناء على ايه بنقول عليهم منافقين؟ يا اخوانا ده اسمه تائب. ربنا بيفرح بتوبته ورجوعه اكتر منك يا اللي فاكر نفسك مؤمن. ما انتش بالدرجة البام يعني اللي تخوف. لا، كل ما عليت في العبادة وسقف العبادة بتاعك بيعلى هتحس انك مقصر. دائما المؤمن يرى ذنوبه وكأنها جبال فوق ظهره، بيشوف ذنوبه تقيلة قوي. أما العاصي فبيشوفها وكأنها ذبابة جاءت على أنفه فيرميها هكذا، ولا حشرة تيجي على وشه وبيرميها. فمين اللي بيحط الأسعار؟ احنا عندنا، بس عشان نبقى متفقين، ان أسماء الله الحسنى اللي احنا بنسمعها في الراديو والكلام ده دي أسماء وصفات، لكن من أسماء الله الحسنى الرب، من أسماء الله الحسنى كذا المليك، من أسماء الله الحسنى الإله، من أسماء الله الحسنى الستير وليس الستار. ففي اللغة العربية الستار هو من يستر مرة ويفضح مرة، أما الستير فهو دائم الستر على عباده سبحانه وتعالى. والمسعر اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة عشان اقتصادنا وعشان المسعر اسم من أسماء الله الحسنى أطلقه النبي على ربه سبحانه وتعالى. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
علمنا كده وقال الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن حق القول إن احنا هنلاقي كل واحد فينا بيغتر بعبادته. لما بتغتر بعبادتك الموضوع بيخرج عن السيطرة. لا، ارجع لربنا. وممكن اللي بيذنب يستثمر ذنبه لو مش قادر يقلع عنه. ازاي يا عم؟ هقول لك انا. صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. انا مش عارف اقلع عن الذنب اللي انا بعمله، استثمره ازاي؟ كل ما اقع في الذنب ده استغفر وارجع لربنا واندم، لان من شروط التوبة الندم والعزيمة على ألا أرجع إلى هذا الأمر مرة أخرى. وإن رجعت استغفر وارجع وتوب، وإن رجعت استغفر وارجع وتوب، وإن رجعت وأذنبت استغفر وارجع وتوب. إلى متى؟ إلى الغرغرة عند خروج الروح أو شروق الشمس من مغربها. بيكون خلاص علامات القيامة الكبرى ظهرت، فخلاص اللي تاب تاب واللي ما تابش ما تابش. فنسأل الله حسن الخاتمة ونسأل الله الفردوس. فاسألوا الله الفردوس. خليك طماع مع ربنا سبحانه وتعالى. استثمارك للذنب ممكن يكون هو سبب دخولك الجنة. كل ما ترجع وتتوب ربنا بيفرح بتوبتك سبحانه وتعالى وبيقبلك، لأنه عمره ما هيقفل بابه في وشك مهما كان. ربنا كريم، ربنا رحيم، ربنا غفور سبحانه وتعالى. ارجع واستغفر، ودائما ستبتلى. اعرف ان انت كل ذنب بتتوب منه هتبتلى فيه. كل ما تبتلى تأكد انك على الصراط، انت ماشي صح، انت ماشي في طريق مستقيم. ما ترجعش، ما تحدش، ما تخافش. قول دايما يا رب. ربك كريم، ربك رحيم، ربك قادر يتوب عليك توبة نصوحة. ونسأل الله التوبة النصوح والقلب التائب من كل ذنب. ونسأل الله حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه سبحانه وتعالى. فاصل وارجع لكم تاني. أهلا بكم. اتكلمنا قبل الفاصل عن التوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال، جمع الناس وقال توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. طب ده النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم بيتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. طب إزاي هيبقى قائد؟ ما هو عشان انت تمتثل به صلى الله عليه وسلم بيعلمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فقالت له السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها وعلى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. فهو القائد والمعلم والمربي، قائد الميامين وقائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا رب العالمين. عايز أقول لكم في نهاية حلقة النهاردة، دايما وأبدا كل ما تحس انك خلاص مش قادر، اعرف ان الابتلاء شديد، وان الابتلاء ده ممكن يكون هو سبب دخولك الجنة. اعرف وتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتليك يبقى بيحبك، لان اذا احب الله عبدا ابتلاه. لو ابتليت في مرض، في اولاد، في ابناء، في كل ما هو محبب من امور الدنيا، اعلم أن الله يحبك ويريد أن يردك إليه سبحانه وتعالى. فإجابة الدعاء صنفت إلى 3 أمور. دعوة، ما فيش دعوة بتستجابش على فكرة، دعوة تدخر لك في الآخرة، ودعوة ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنك بها مصيبة، ودعوة تعطى لك في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب يديك دعوة بيقول إيه؟ يا ملائكتي أخيروا دعوة عبدي هذا في
فإني أحب أن أسمع صوته. لما تلاقي واحد دايما بيستجاب للدعاء خاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لملائكته إيه؟ اعطوا عبدي هذا سؤله فإني لا أحب أن أسمع صوته. فنسأل الله أن نكون ممن يحب الله أن يسمع صوتهم في الإلحاح في الدعاء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لليلة القدر، وأن يرزقني وإياكم حسن خاتمة، وأن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. ولا أنسى أن أدعو إلى فضيلة الشيخ أسد السنة المحدث أبا إسحاق الحويني رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولعلماء المسلمين أجمعين، فموت العلماء مصيبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني به مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار عليين. دمتم بكل خير، وانتظروني في كل ما هو جديد ومختلف من خلال عدسة برنامج مع المحاور. ودائما كما نذكر ستبتلى فيما تبت منه فاثبت، واعلم أن الله دائما نظر إليك، فتأدب واستقيموا يرحمكم الله. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.